السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تعليقي على تفجير الكنيستين في مصر، اللي في طنطا واللي في اسكندرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين. تعليقي هو قاعدة شرعية. البعض بيقول إن هو ده حديث، بس لا، ده مش حديث. ده مش حديث. اللي هو من أعان ظالما سلطه الله عليه. من أعان ظالما سلطه الله عليه. الصليبيون في مصر أعانوا الخسيسي، أعانوه وساعدوه ووقفوا معاه وأيدوه، فلازم ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم باللي وقفوا معاه وأيدوه وساعدوه وغنوا له على دمائنا كمسلمين وعلى علاقتنا معهم لما كانوا عايشين معانا في أمن وسلام في مصر. نسي الصليبيون في مصر مذبحة مسبيرو لما الدبابات سحقتهم، العسكر سحقهم وطلعوا القساوسة بتاعتهم أيامها يقولوا إيه؟ كفرة كفرة. طب نسيتوا الكفرة؟ يعني تحط إيديكم في إيده الكفرة بعد كده وتأيدوهم؟ طيب، طلع تودرس وقال مصر القبطية تحتضن المسلمين. 4 مليون وإحنا 85 مليون يقولوا هذا الكلام. يقول تودرس هذا الدستور أعاد لمصر وجهها الصليبي، ووقف مع الخسيسي الخائن. تودرس اللي قال شكرا 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 لكل من فتح أبواب الأمل أمامنا جميعا. مين؟ جيش مصر العظيم، جيش مصر العظيم، شرطة مصر الرائعة، شرطة مصر الرائعة، شعب مصر الأصيل. تودرس اللي قال انصروا القائد السيسي ليعلو الصليب وليرضى الرب، آن لمصر أن تعود إلى أهلها. بصوا الكلام، وليعلو الإنجيل في السماء. وبعدين قال يسوع يدعم السيسي. يسوع سيدنا عيسى بتاعهم هم، مش بتاعنا احنا. لا، سيدنا عيسى احنا يدعم الباطل، يقف مع القتلة سفاكين الدماء الحرامية، يقف مع المغتصبين. لا، لكن المسيح بتاعهم هم يؤيد ويدعم السيسي الخائن الحرامي المجرم الكافر. تودرس بيقول شعب الكنيسة يؤيدك ويدعو لك الرب، تجمعوا ليرضى المسيح واخرجوا لنصرة السيسي، اذهبوا إلى صديق الانتخابات وقولوا نعم. بولا بتاعهم بيقول هذا الدستور كتبه المسيح بدمه. القمص مينا بالأقصر يقول السيسي منحنا الحياة بعد الله، السيسي هبة الله. أنا ليه بقول الكلام ده بالتفصيل مع أنكم عارفين الكلام ده واتقال من الخونة وأولهم تودرس هذا الخائن الصليبي. هو ده السيسي اللي قالوا عليه الكلام ده. هو السيسي اللي فجر كنايسهم، وهم عارفين كده كويس قوي قوي قوي. العقلاء اللي بيفهموا منهم عارفين الكلام ده. وإلا قول لي بالله عليك، قنبلة مزروعة، عارف مزروعة يعني ايه؟ يعني اتفحت لها واتحطت في كنيسة طنطا واتفجرت في الصف الأول. دي ايه دي بقى؟ دي ايه دي؟ في بهايم لسه، في بهايم بيقولوا ده الارهابيون والاخوان المسلمون. وبعدين جم بقى في بتاعت اسكندريه وقال لك ايه؟ قال ده فجر نفسه. طب اللي بيفجر نفسه ده يفجر نفسه امتى؟ بعد ما تودرس يطلع، ولا كان يفجر نفسه وتودرس موجود؟ لو كان في واحد مفجر نفسه، ده شغل مخابرات، شغل مخابرات ومعروف وواضح قوي قوي قوي. لان ما حدش يقدر يقرب من الكنايس يبقى واحد معاه قنابل ومتفجرات بالاحجام دي وبالاوزان دي ويخش كنيسه. يخش كنيسه ازاي في الاوضاع دي؟ اللي عاملها السيسي هو اللي عاملها كده. وعشان كده انا بقول ان الصليبيون كانوا معانا في مصر وعايشين معانا في امن وفي امان وديكوا شايفين اللي كان بيحصل يعني. حتى يعني كان المنظر واضح قوي في ثورة 25 يناير
لما كان تلاقي واحد مسيحي بيصب الميه لمسلم عشان يتوضا، وبعدين يقفوا ويحموا المسلمين وهم بيصلوا. لما لقينا المسلمون كانوا طبعا في خوف ان يروح يضربوا المجرمين دول الجيش والخونه العسكر والشرطه، يروح يضربوا الكنائس ويتهمونا كمسلمين فيها، فكان الاخوه عاملين حراسه على الكنائس. دي اللي كانت الروح الموجوده. الروح الموجوده موجوده من زمان. يعني انا فاكر لما في النقابات عندنا في مصر، لما كنا بنعمل في النقابات مثلا رحلات عمره وحج، فكانوا الصليبيين بيجي يقول لك طب دي نقابه للاطباء، نقابه طب انتوا بتطلعوا عمره، احنا عايزين نروح نزوروا الاديره، مفيش مشاكل. وكانت بتتعمل رحلات للاديره على ان هم يروحوا. يعني عايز اقول كانت الروح موجوده، وهو ده كان الامن للصليبيين. اقسم بالله الامن للصليبيين هم المسلمون الموجودين في مصر من الاخوان ومن جميع الاتجاهات الاسلاميه، لان احنا بنتقي الله ونخاف. احنا بنخاف من الدماء انها تكون كذا، او ان واحد اخد فلوس من حد او اظلم حد، او وقد خاب من حمل ظلما، سوره طه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامه. خلي بالك، صحيح مسلم، ده ربنا في الحديث صحيح القدسي في صحيح مسلم: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. كظلم بس إنما احنا ندي ايدينا ونقتل ونستبيح الدماء زي الخسيسي وجيشه العسكر الخونه والشرطه بتاعته الخونه؟ لا 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 لا, لا اطلاقا. وهم عارفين كده كويس. انا بقول لك اهو، اللي عامل دي الخسيسي زي حسن حمارك ما عمل بتاعت القديسيين اللي بيسموها القديسيين بتاعت اسكندريه. وطلع بعد كده مين اللي عاملها؟ مين اللي عاملها ومخطط لها؟ العدلي وزير الداخليه. حصل ولا ما حصلش؟ حصل واتقال كده. العدلي مخطط للكنيسه وهو اللي مفجر الكنيسه. عشان كده انا بقول تفجير الكنيستين بتوع طنطا وبتوع اسكندريه، ويا عالم لسه اللي جاي كمان، ده شغل مخابرات الخسيسي. شغل مخابرات الخسيسي. ما حدش يقدر يخش كنيسه ويزرع في الصف الاول قنبله الا المخابرات بتاعت الخسيسي المجرم ده. وتقول لي بقى التاني اللي لابس حزام داسف ده والكلام ده، لا لا لا. واحد يقول لي ليه؟ لا ليه دي لسه مش هتظهر ليه دلوقتي؟ الامور ما بتظهرش على طول كده. لكن انت لو حطيت احداث جنب بعض، الخسيسي لسه الجزمه ده في رجل ترامب، لسه راجع من امريكا وترامب زاب له وراه كده، رميه زي الكلب، مع يعني نتاسف بس لتشبيه الكلب بيه، ملوش قيمه خالص، ومضى على الحاجات اللي هم عايزينها كلها، وراجع علشان ينفذ. وهتشوفوا نتائج رجوعه من امريكا. الامن بتاعه والشرطه بتاعته والعسكر بتاعه هم اللي بيقتلوا. وابسط حاجه اهو من الادله، ادي الواد ريجيني بتاع ايطاليا. ريجيني مين اللي موته ومين اللي معذبه حتى الموت؟ ام ريجيني طلعت قالت مصر عملت ابني الايطالي كمصري، عملوه كمصري. هي ما سمعتش ان السيسي بيقولوا انتوا ما تعرفوش ان انتوا ايه نور عينينا، وشوف بيعمل ايه في نور عينيه، الله يشل عينه يا رب، الله يحميه. بتقول لك عاملوا ابني كمصري، لان المصريين طبعا لا قيمه لهم. مش المتحدث باسم الداخليه طالع يقول احنا ما عذبناش ريجيني لان ريجيني مش مصري، احنا بنعذب المصريين بس. احنا بنعذب المصريين بس. لكن زي ما بقول هيبان قدام، يعني في شويه سيناريوهات معموله كده ان ممكن بعد التفجيرات دي وكمان يمكن يحصل كمان حاجه ولا بتاع، يعني يقولوا ان الصليبيين لازم يتسلحوا، مع ان عندهم اسلحه كتير جدا في الاديره وفي الكنائس، اقسم برب الكعبه، وده مش موضوعي، اللي قلت كده قبل كده الكلام ده يعني. وكان ابن قسيس مهرب سلاح ومسكوه في بورسعيد وهو جاي للبخره وبتاع. المهم يعني، فيقول لك بقى ايه، الصليبيين يترخصوا سلاح علنا بقى، هتبقى زي لبنان بقى، هتبقى زي لبنان. ويمسكوا بقى السلاح، وده يضرب ده، وده ما تعرفش مين ضرب ده، وتتقلب. ما هو السيسي عايز يخربها، هيخرب مصر وهيطلع مصر كده على الحديده، وبعد كده ممكن يقول لك هات بقى مرسي ولا هات اي حد يخش لو الراجل يصلح اللي انا عملته. فدي برضو من ضمن السريات. لكن انا عايز اقول ان اللي بيقولوا وهتفوا امبارح ضد الاخوان، لا، عمر الاخوان المسلمين ما يعملوا كده ابدا.
ده انا كنت زعلان من الاخوان، من الدلع اللي كانوا بيدلعوه للصليبيين، والتصريحات اللي كانت، وكل شويه يقول له يا فخامه الرئيس يا اخوانا ما ينفعش كده يا اخوانا، ودلعوهم دلعوه. انتوا تعرفوا ان دلوقتي الازهر بيودي المناهج الاسلاميه بتاعت المسلمين، بيوديها للقساوسه للصليبيين في مصر عشان يقروها ولا لا؟ في دلع اكتر من كده؟ لكن يقولوا ان الاخوان المسلمين هم اللي عاملين كده؟ لا 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 والله، لا والله، وانا باقسم ان انا عارف الاخوان، انا عارف اخوان المسلمين. يعني احنا عندنا في الاسلام الحمد لله حرام، الظلم حرام. الله عز وجل يقول ومن يكسب خطيئة او اثما. الخطيئة ممكن الخطيئة بتكون عن عمد او غير عمد، لكن الاثم بيكون لازم بالعمد. يعني المهم الله عز وجل في سورة النساء يقول ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. إن واحد كان سرق درع وراح رميه عند واحد يهودي، شوف القرآن نزل عشان يبرئ اليهودي، يقول لي لا اليهودي ده ما عملش كده، لا مش هو الحرامي، لا. والله عز وجل في سورة الأحزاب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لكن سبحان الله هو بعد الكفر ذنب. فعشان كده أقول إن عمر الإخوان بيكون بيعملوا كده. هي دلوقتي بقى الإيه؟ الأمور هتبتدي تتضح كل يوم بعد يوم. لكن أقول والله ما في أمن ولا أمان عند العسكر ولا عند الشرطة بتاعت السيسي. اللي راح هناك يتحمل، من أعان ظالما سلطه الله عليه، وده جزاء اللي يأيد القاتل الخاين، وأولهم تودرس هذا الخائن. أسأل الله أن يحشره مع السيسي اللي أيده واللي بيقول إن المسيح نازل يأيده. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا من كيد هؤلاء الكفار. السلام عليكم ورحمة الله.